الله يرحمه كان جميل. قال لي معايا نص حبايه مهدئه تاخدها؟ قلت له هاتها، انا عاوز اي حاجه. خدت الحبايه، نص حبايه وشويه شاي. مفيش 10 دقايق قلت اجمع الفرقه. قلت لهم الزمالك دي فرقه تعبانه خلي بالكم، وهم فرقه ايه؟ العصر الذهبي، ايمانويل وجمال عبد الحميد ومنصور فرقه مصيبه. قلت لهم انتم لهم 10 مرات وقعدت انا حاسس ان انا بقول كلام مش بتاعي. قلت لهم ده انتوا هتقطعوهم يا اولاد، انزلوا بس كل واحد يعمل اللي هو عاوزه. ما بقولش حاجه، ما فيش حاجه بقولها. انزلوا كسروا الدنيا بقى. نزلت رحت عامل علامه النصر، كلت شتيمه من الجمهور. نزل ايدك يا فقوس، يلي جميع انواع ان انزل ايدي ابدا. عامل كده ما اعرفش ايه، نزلوا لي ايدي بالعافيه وقعدت على الدكه. هنا بقى المصيبه بقى، حسيت ان في رجلتين مفرودين واتنين على الارض، قاعد ب4 رجلين بس الشراب والجزمه هياه هو ما غيرتهمش، انا ما غيرتش اللي على الارض. والله يا كابتن سيد كده. مش سيد مظبوط ولا بخرف؟ اديك اسم تاني، ما انت عارف مخي مش متظبط. لا زي الفل. سيد علي صح؟ لا تمام ماشي. ماشي الحمد لله. كلنا 3 اجوان في 10 دقايق، وكل جون يدخل فينا اقوم اسقف مع الجمهور. فرحان قوي بالاجوان في فريقي. لا بقى يا كابتن، قلت لهم يا كابتن هزعل 80,000 عشان كنتم اتقطعنا. المهم واحنا كان الجون حسن نصر ده من فقوس، هو غاوي يطلع يغزل الفراوده ومجنون. كان واد لذيذ قوي وحبيبي ابني يعني. المهم ايه، لقيته في نص الملعب بيغزل ايمن منصور، وايمن خد الكرة والجون فاضي. انا قلت له ازيك يا حسن؟ قال لي انا ما شفتوش من زمان وهو لسه نازل. كان يوم واحنا خارجين قالوا لي الجون وحش يا كابتن. قلت لهم ليه؟ ما ماشي كويس. كل 3. قالوا لا ده كل 3. قلت لهم امتى؟ مش عارف حاجه انا. المهم نزلنا الجون الثاني، صد كور جامده قوي ودخل فيه جون، بقينا 4. نيجي الصحفيين اتلموا عليا، ايه اللي حصل؟ قلت لهم فين؟ قالوا الشوط الاولاني. قلت لهم ماله كويس؟ انت جبت 3 اجوان. قلت له امتى؟ مش عارف، ما اعرفش انا. دي كانت حبيتي يا كابتن دي؟ طلعت صليبه. انا عرفت بقى، وانا اعرف منين؟ انا قلت ده مهدئ يا عم. المهم يا كابتن سيد الله يبقى يوم. المهم لما الصحفيين جم قلت لهم ايه رايكم في الجون الثاني؟ قالوا هايل. ما لعبتوش من الاول ليه؟ قلت لهم انتوا هتعرفوا انه ايه هايل ازاي، مش لازم ناكل 3 وبعدين ده ينزل. كلام تخاريف بقى. وتاني يوم لقيت الكلام ده في الجرايد كله بقى فضيحه. ولقيت الافندي داخل اللي هو الجود اللي اداني النص اداري محمد عبد المنعم الله يرحمه. سلمت عليه وبوسته وحضنته، قلت له بشكرك انك ما اديتنيش حبايه كامله، كنت اكلت 8 دي نص ب4 ورحت واخده قلم. والله العظيم. هو برضه الحكايه اللي حكيتها كتير بس برضه هحكيها لك، لذيذه قوي. كنا انا مدير فني النادي المصري، وكنت انا على طول بالبليزر وباشا بقى. والحكم مبهدلنا، بنلعب الترسانه، الحكم وقفنا على نص الملعب ما بنعديش. جنب مسعد نور مدرب، مسعد نور كان نجم طبعا فوق العاده طبعا مدرب، وجنبيه ميمي عبد الرازق اللي بيزعق كتير وماسك سموحه والمصري مدرب. انا اللي طالع من تحت ايدي انا. ميمي ده طبعا بينقذ سموحه في كل زنقه، وانا اللي دخلته تربيه رياضيه، وانا اللي خليته معيد مع الدكتوراه دلوقتي، وانا اللي ساعدته في كل حياته ما شاء الله لغايه الدكتوراه، وله ابن دكتور برضه ما شاء الله. المهم ايه، قعدوا يقولوا لي الحكم سخنت انا. الجمهور بيهيص، واحد شاتم الحكم بصوت عالي، الحكم يا كذا يا كذا. راح الجمهور ساكت وانا بشتم. فضحك الراجل بص لقى شتيمه جايه، راح مطلع الكارت الاحمر وجاي هيرفع بقى كارت احمر طرد. فبصيت جنبي كده، مسعد نور ذكاء خارق قال لي بلاش انا افقس، يعني ما تعملش فيا انا حاجه. انا فاهم انت تلبسها له. رحت قايم لميمي بقى، ميمي بيزعق كتير. حكم وصل بقى، قلت له ينفع تشتم حكم عظيم زي ده؟ راح واخد الكارت الاحمر، واخد ايه 6 شهور وقف. يقول لي ميمي عبد الرازق ولا انت؟ هو مش هو اللي شتم. خلي بالي انا بقى.
قال لي انا عاوز يقول لي انت اللي شاتم. قلت له مش انت اللي شاتم، انا مالي انا بالموضوع ده. المهم بعد ال6 شهور رجع تاني، خلاص بقى اتفك الوقت، وجاي بقى منفوخ بقى، وهو ميمي له حركات كده وما تفهمش ايه اللي حصل. رحت شاتم الحكم، راح جاي بالكارت الاحمر. قلت له تاني يا ميمي، شتم الراجل، خد 6 كمان. قال لي ما يمشي، لا شغال مع التاني. دايما بحكيها، هو ميمي دمه خفيف. حكايه السحر بقى، بنسمع الايام دي يا كابتن ان في بعض الانديه وبعض الناس بيعملوا سحر. والدول الافريقيه احيانا بيعملوا عمليات سحر وكده. هل الكلام ده صحيح؟ انت مين اللي بيحكي لك الحاجات دي؟ يا فندم انا لازم اذاكر قبل عشان اشوف حضرتك. حصل مره معايا، كنت ماسك مصر طبعا، فكان عندي لعيب اسمه ابراهيم الوشاحي. يجي لي يا كابتن النهارده 2-0. قلت له لمين يالا؟ قال لي احنا ننزل نكسب 2. الماتش اللي بعديه قال لي النهارده 3، ننزل نكسب 3. الماتش اللي بعديه 1. قلت له خد يالا في ايه؟ قال لي الشيخ صلاح هو اللي بيبعت لك النتائج، انا رايح العب الزمالك بقى. قلت له هات لي الشيخ صلاح ده، قول له هيسافر معانا، ما هو بيديني النتائج بقى. ركب معانا الاتوبيس وخدته مصر. قال لي اللعيبه بس تبص لي انا هقعد في المقصوره وعاوز اوضه لوحدي زي اللعيبه بقى. وبوخة ماني وكل حاجه ظبطته اكنه لعيب معايا في الفرقه. يوميها مراتي اتجننت، قالت لي طب ما تخليه هو يروح مدير فني، انت ايه اللي موديك بقى؟ المهم رحت مع الراجل الشيخ صلاح ونزل. قلت للعيبه بصوا للهبل اللي فوق ده اللي هو الشيخ دوت. وبصوا له فعلا. والله يوميها يا كابتن على خط الجون طارق سليمان ده شاط شوطه في المقص في الزمالك، على خط الجون الزمالك. 1-0 لنا الشوط الاول فله. هم بقى ضيعوا 300 جون الزمالك. طارق يحيى يرفعها، انت عارف جمال عبد الحميد الهيدر دين يجيبها من عند الكورة. الكرة تتنطط قدام طارق، الراجل هيوقع الكاميرا فوقينا، خلي بالك. الكرة تتنطط، طارق يحيى دين كورنر، عنده كله بره.